السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في القناة. وصفتنا لليوم هي وصفة محبوبة جدا عند الصغار والكبار. كيف ما كتشوفوا معايا عبارة عن مملحات بالمذاق ديال البسطيلة بحشوة اقتصادية كتجي لذيذة بزاف. انا متاكده بانها غادي تنال الاعجاب ديالكم اللي تجربوها ان شاء الله. عملتهم بالورقه اللي سبق ليا ونزلتها على القناه، هي اخر فيديو قبل هذا الفيديو. هذا ورقه شبيهه بالورقه ديال الفيلو. كيف ما كتشوفوا معايا النتيجه واضحه جدا، كيجيو مقرمشين ولذاذين بزاف. فخليكم معايا باش غادي نكتشفوا جميع مقادير الحشوه وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله في تحضير الحشوه. غادي نحتاج لواحد كسرونه صغيره نديرو فيها تقريبا لتر من الماء المغلي. غادي نضيفو عليها الاعشاب المنسمه على حسب المتوفر عندكم. انا هنا غادي نستعمل ورقه ديال الغار اولا ورق الرند، وملعقه صغيره من اكليل الجبل اولا الغوزمارين، وملعقه صغيره كذلك ديال الاوريغانو، المهم على حسب المتوفر عندكم. غادي نضيف كذلك ملعقه صغيره ديال الملح ونصف صدر ديال الدجاج اللي غادي نسلقوه في هاد الاعشاب هذه تقريبا مده 10 دقائق. انا هنا استعملت فقط نصف صدر ديال الدجاج حيت شويه كبير، اذا كان صغير فممكن تستعملوه كله. وفي هاد الاثناء هذه غادي ناخذ واحد المقلاة تكون متوسطه الحجم، نديرو فيها خليط من زيت المائده وزيت الزيتون اولا فقط زيت المائده، وبعدها غادي نضيفوا عليها بصله كبيره مشلضه. انا هنا استعملت البصل الاحمر حيت كيعطي واحد المذاق لذيذ بزاف لهاد الحشوه هذه. اذا ما كانش متوفر فممكن تستعملوا البصل الابيض العادي. غادي نخليو البصله ديالنا تشحر على نار متوسطه. بعدها انايا ضفت الملح والابزار اللي كيبقى على حسب الذوق. غادي نخليو الكل يتشحر على نار هادئه. بعد مرور تقريبا 10 ديال الدقائق غيكون صدر ديال الدجاج ديالنا تسلق. غادي نحيدوه نديروه في شي طبسيل، وداك الماء ما نسيبوهش، غادي نحتفظوا به حيت باقي غادي نستعملوه. غادي ناخذ واحد الصفايه وغادي نصفيو داك الماء اللي سلقنا فيه صدر ديال الدجاج، ومباشره غادي نوضعو فيه وهو باقي سخون 100 غرام تقريبا ديال الشعريه الصينيه. غادي نغطسوها مزيان في الماء وغادي نخليوها تقريبا واحد 5 ديال الدقائق تشرب مزيان وترطب، وبعدها غادي نصفيوها من الماء. وبالنسبه للبصله ديالنا راني درتها على نار مهيله بزاف باش تشحر على خاطرها. دابا راه قربت تطيب مباشره. غادي نضيف عليها صدر ديال الدجاج، ولكن ضروري ما نفرتوه. اذا كان سخون بزاف غادي تفرتوه غير بالفرشيط بهذه الطريقه هذه. اذا قدرتوا تستحملوا الحراره فمن الاحسن تفرتوه مزيان بالاصابع ديالكم بهذا الشكل هذا حتى كنفرتوه كله كيصبح بهذا الشكل هذا. صافي غادي نضيفوه مباشره فوق البصل اللي كيكون طايب. دابا غادي نبداو ان شاء الله في اضافه التوابل اللي كتبقى اختياريه ولا على حسب المتوفر عندكم. هنايا غادي نضيف القليل فقط من تومه غبره. اذا ما كانتش متوفره عندكم فممكن تعوضوها بنصف ضرس ديال الثومه محكوك. ضفت كذلك ملعقه صغيره تقريبا ديال مركز الطماطم والقليل من الاوريغانو. وغنضيف كذلك قزبور ومعدنوس مقطعين صغارين. بعدها تبقى لي نضيف سكينجبير اولا الزنجبيل تقريبا نصف ملعقه صغيره فقط، ونصف ملعقه كذلك ديال الكركم اللي ممكن تعوضوه ببهارات ديال الكوري اذا كانت متوفره عندكم. كيجي المذاق ديالها رائع جدا مع الدجاج والبصله. صافي كانوا هادوما التوابل ديال الحشوه. غادي نخليو الكل يتشحر تقريبا لمده 5 دقائق على نار هادئه حتى كتنشف الحشوه وما كيبقاش فيها السوائل نهائيا. دابا غادي نصفي الشعريه الصينيه بعد ما رطبت تقريبا لمده 5 ديال الدقائق، وغادي نقطعها صغيره بزاف بالمقص. وبالنسبه للحشوه صافي راها طابت كما كتشوفوا معايا ونشفات من المرق. غادي نضيف عليها فقط ملعقه صغيره من صلصه الصويا اذا كانت متوفره عندكم. اذا ما كانتش متوفره فممكن تستغناو عليها. صافي دابا غادي نضيف عليها الشعريه الصينيه والزيتون اللي كيبقى كذلك اختياري. عندي هنايا تقريبا واحد 3 معالق كبار ديال الزيتون اللي قطعته الى دوائر صغيره. دابا غادي نطفيو على المقلاة ديالنا وغادي نخلطو المكونات مزيان، وغادي نخليو ديك الشعريه تشرب المذاق ديال الحشوه،
وضروري جدا ما تبرد تقريبا مدة نصف ساعة عاد نعمرو بها الورقة، حيت غادي تقطع معنا سواء كانت هاد الورقة هذه او لا اي ورقة اخرى. فالحشوة دائما خليوها تبرد الاول عاد نبداو نعمروها. دابا غادي نبداو ان شاء الله مباشره باش نشكلوا لي سيجار ديالنا. عندي هنايا تقريبا نصف زلافه من زبده مذوبه. من الاحسن تحيدوا لي هذاك الحليب باش ما تقطع ليناش الورقه. والورقه غادي نستعمل هاد الورقه هذه اللي سبق ليا وحضرتها معكم في الفيديو اللي قبل هذا الفيديو هذا. واللي ما شافش الفيديو رانا غادي نخلي الرابط ديال الوصفه في اخر هذا الفيديو. وبطبيعه الحال ممكن تستعملوا اي ورقه اخرى بحال الورقه ديال الفيلو الواجده ولا الورقه ديال البسطيله وديري لهم نفس العماره ونفس الطريقه. وبالنسبه لطريقه تشكيل السيجار فكيف ما شفتوا معايا خدينا الورقه ورشيناها بالقليل من زبده مذوبه. عملنا القليل من الحشوه تقريبا ملعقتين كبيرتين من الحشوه اللي اكرر ضروري ما تكون بارده. وطريقه التشكيل واضحه جدا كيف ما شفتوا معايا. النصيحه هنايا ضروري ما دهنوا مزيان الورقه بالزبده باش كتجي لينا مقرمشه وكتاخذ لينا حتى اللون الذهبي. وملاحظه اخرى اذا بغيتوا تستعملوا هذه الورقه هذه البريوات باش تقليوهم في الزيت فما يحتاج نهائيا انكم تدهنوها، فقط غادي تشكلوهم وتعمروهم وتقليهم مباشره في الزيت. كيف ما كتشوفوا معايا فهذا هو الشكل اللي حصلنا عليه ديال السيجار. ماشي ضروري ديروا هذا الشكل هذا، ممكن ديروا اي شكل اخر بهاد الحشوه هذه وهاد الورقه هذه. هذا فقط كيبقى اقتراح. وهذه اعاده مره اخرى للطريقه اللي كنتمنى انها تكون واضحه جدا في الفيديو. المهم انا غادي نستمر ان شاء الله بنفس الطريقه حتى نساليهم كلهم نديرهم في لاطه ديال الفران، وبعد غادي نرجع لكم باش غادي ندهنوهم ونزوقوهم عاد غادي ندخلوهم للفران. فابقوا معايا. ورجعت لكم مره اخرى بعد ما ساليت من اول لاطه كيف ما شفتوا معايا. هنايا واحد المقطع ما عرفتش علاش ما تصورش لياش، هو اني دهنت هاد لي سيجار هادو كاملين بزبده مذوبه من الفوق. هاد المرحله هذه ضروريه جدا باش كيجيو لينا محمرين ومقرمشين من الفوق. بعد ما دهنتهم كيف ما قلت لكم بالزبده مذوبه، دابا راني كندهنهم بالابيض ديال البيض حيت بغيت نعمل الفوق منهم لوز ايفيلي. اذا بغيتو يجيكم محمرين بزاف فممكن دهنوهم بخليط من اصفر البيض والقليل من الخل. دابا غادي نعمل عليهم لوز ايفيلي اللي كيلصق على ابيض ديال البيض، ولكن ماشي ضروري، ممكن نديروا فوقهم جنجلان اولا غير اصفر ديال البيض كيف ما قلت لكم. انا غنعمل جوج انواع، النصف غندير عليه لوز ايبيلي والنصف الثاني عندي هنايا حبه البركه. صافي. وفي هاد الاثناء هادي غادي نكونوا سخنا الفران على درجه حراره 180 درجه. غادي ندخلوهم في الرف الوسطاني كياخذوا تقريبا مده 20 دقيقه حتى كيتحمروا لينا من الفوق ومن التحت. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي سيجار ديالنا او المملحات اللي حضرنا معكم في طبق التقديم. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا التزيين طبعا كيبقى اختياري، زينتهم بالقليل من سكر كلاصي والقرفه، والاخرين اللي بحبه البركه خليتهم هكذاك. صدقوني كيجيو مقرمشين والمذاق كيجي لذيذ بزاف، كيعجبوا كل الناس اللي ذاقوهم عندي سواء الصغار او الكبار. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم وانا متاكده بانهم غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. فكذا اخواتي غادي نكون وصلنا لنهايه وصفه اليوم. ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو اذا عجبتكم الوصفه. طبعا اذا عندكم اي سؤال او لا ملاحظه كالعاده خليوها لي اسفل الفيديو في التعليقات. اذا كانت هذه اول زياره لك للقناه فتفضلي واشتركي معنا في القناه باش توصلي دائما بجديد الوصفات ان شاء الله. والى وصفه قادمه بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله.